الى الدوري المصري عن طريق بوابه النادي الاهلي. عبد الله السعيد يلف الكره جميله جوه منطقه الجزاء، في دفعه وفي ضربه جزاء. ضربه جزاء للنادي الاهلي. جهاد جريشه قريب من الكوره جدا، والدفعه واضحه في تقدير جهاد انها تستحق ضربه جزاء. عمرو جمال يجبر محمود المتولي على ارتكاب خطأ. ضربة جزاء للنادي الأهلي قد تفك الاشتباك في هذه المباراة. التعادل السلبي استمر حتى الدقيقة 75، لكن الآن مع هذه الكورة، مع هذه الفرصة، مع البينالتي في توقيت رائع للنادي الأهلي قبل ربع ساعة من النهاية، النادي الأهلي تتاح له فرصة كبيرة جدا لخطف النقاط الثلاث. المميز في قرار جهاد جريشة هو تمركزه، وضعه وزاوية رؤيته وحسمه وبلا تردد، لأنه قريب. شوف لو الكاميرا فتحت شوية، لو أعيدت الكورة، لو اتعادت من زاوية تانية، جهاد جريشة قريب من الكورة جدا وزاوية الرؤية مفتوحة تماما بالنسبة له. ضربة جزاء للنادي الأهلي، لكن في إصابة طبعا، وفي عمرو جمال لسه على الأرض، وأيضا في لاعب من الإسماعيلي أعتقد هو محمود متولي نفسه لسه على الأرض. وهنشوف هيستأنف اللعب بإيه حسام البدري في مبارياته الافتتاحية مع النادي الأهلي في الولايات السابقة اللي تولى فيها تدريب النادي الأهلي. لم يخسر، فاز وتعادل، لم يعرف طعم الخسارة. 62% نسبة امتلاك الكرة النادي الأهلي في هذه المباراة. النسبة واضحة، النسبة والسيطرة والرقم يتحدث عن نفسه. عمرو جمال ربط راسه، هيكمل المباراة بلا مشاكل. بينما ضربة الجزاء للنادي الأهلي الكل في انتظار مين اللي هيتصدى ليها، والأقرب طبعا هو عبد الله السعيد المتخصص القيصر. لحظة تخليه عن مكانه وتركه للملعب وخروجه. حسني عبد ربه طبعا نجم الكبير، 100 مباراة دولية، 17 هدف دولي مع المنتخب. وطبعا مع المنتخب بطولة 2008 هو أفضل لاعب في الكان 2008. جبنا هوا ولا ايه؟ جبنا هوا ولا ايه بس؟ وكأس الأمم الأفريقية أيضا بطل 2010. على العموم نترك حسني، نعود إلى محمود المتولي والإنذار اللي تلقاه 3 إنذارات للإسماعيلي في هذه المباراة. عبد الله السعيد بالفعل، وضربة الجزاء والمواجهة عبد الله السعيد ومحمد عواد. هل يكسر حاجز الصمت في هذه المباراة؟ يسجل أول أهداف النادي الأهلي هذا الموسم كما فعلها الموسم الماضي عبد الله، وفاز على الإسماعيلي بهدف عبد الله السعيد. عبد الله جول جول جول. عبد الله السعيد يترجم ركلة الجزاء بنجاح ويسجل أول أهداف النادي الأهلي هذا الموسم في شباك الدراويش. في الدقيقة 78 عبد الله يسجل، يتقدم النادي الأهلي ويقترب جدا من حصد النقاط الثلاث. ادي ضربة الجزاء اللي هنعرف مدى صحتها طبعا مع الكابتن جمال الغندور في الاستوديو في الفقرة التحكيمية، لكن خلينا من صحتها من عدمه. عبد الله السعيد